المشكلة ليست في الثقة، ولكن في سوء اختيارنا لمن نثق فيهم. لذلك كونوا حذرين. السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم زوج حكايات هما قصار ولكن فيهم عبرة وموعظة. الحكاية الأولى على السلفة، والحكاية تقول كاينين زوج سلفات تزوجوا مع بعض في نفس الليلة وسكنوا مقابلين بعض، وسبحان الله عاشوا تقول كيما الخواتات. وصلت بيهم ياكلوا ويشربوا مع بعض، واللي تشري حاجة تحسب الثانية، واللي تمرض تقوم بالثانية، واللي تجيب وليدات تنفسها الثانية وتقوم بها وبضيوفها حتى وين ترفد صحتها. وكانوا في المنطقة تاعهم يتضرب بهم المثل في العشرة والمعاملة وحسن الخلق، والكل حاسدينهم. والفرق الوحيد بين هادو السلفات انه وحدة متزوجة عن حب والتانية جابها النصيب. وسبحانك يا ربي، اللي متزوجة عن حب راجلها صعيب وديما يعيط ويدير في المشاكل وحابسها ومانعها من كلش. اما اللي جابها النصيب وزوجها كان تقليدي، طاحت في راجل الله يبارك، ما عندي ما نقول، مش مخلي حتى حاجة تنقص على مرته، ديما تحواس سفر، مدلعة هي وولادها. وحتى مع مرور الوقت والسنين والسلفات هادو بقاو كيما هما، ما تغيروا ما تقلبوا على بعضهم ويد وحده، وعاشوا على الحلوة والمرة، وولادهم تقول جايين من كرش وحده. وفي يوم وليلة راجل وحده منهم جاه شلل مسكين وما خلا وين يمشوا بيه، وميمته قريب تهبل عليه، هو اللي كان كي العرصة ديما واقف ويخدم، حتى اللي طاح في ركنه وما عادش يقدر حتى يتحرك من بلاصتو. والعيلة كامل تنكدت عليه وتأطروا باللي صرالو، حتى الطب وعجز في حالته. وقعد الراجل سنين طايح على سريره، واكثر واحد وقف معاه هو اخوه ومرته، حاولوا ما ينقصوا حتى حاجه عليهم ووقفوا معاهم وساندوهم. والسلفه اللي راجلها صحيح كانت تعاون في سلفتها اللي راجلها نشل في كل حاجه، هي متكلفه بكلش، بالدار بالولاد، وكانت تقول لها انتي تلهي غير براجلك والباقي عليا. والشهاده اللي دارته معاها حتى الاخت ما ديروش مع اختها. فاتوا سنين على هذا الحال، حتى واحد النهار السلفه اللي راجلها مريض طلعت تطبطب على سلفتها. فتحوا لها الولاد قالوا لها ماما ماشي هنا، قالت لهم مالا خلي ندخل لعندكم نحوس كيش ما نلقى في الفريجيدار شويه خضره وندير غدانا وغداكم. ودخلت فتحت الفريجيدار، لقات شويه خضره ولقات طرف اللحم في حفاضه، هزتهم وطلعت لدارها ودات ولاد سلفها معاها. بحكم امهم وباباهم ما همش في الدار خافت عليهم. دخلت المراه طول الكوزينه، حطت الحفاضه في الماء باش هذاك اللحم يذوب من الثلج، وهي تقول بينها وبين نفسها شفتي المراه حاطه اللحم في الحفاضه بالك مخليته للضياف. بطبيعه الحال الولاد كانوا يلعبوا مع بعضهم، والمراه تدور على دارها وعلى ولادها وعلى راجلها وتجري منه ومن هيه. وسبحان الله من اول ما اللحم بدا يذوب راجلها بدا يحرك في صوابعه حركه خفيفه، لكن هي ما لاحظتش لانها ما كانتش جنبه. وكل شويه هذاك الراجل يزيد يتحرك، كل ما يذوب هذاك اللحم الراجل الحركه تاعو تتحسن، حتى اللي داب اللحم كامل اللي في الحفاضه. وقف الراجل ومشى على رجليه وسط صدمه مرته وولادو وولاد خوه. ومن الفرحه المراه زغرتت والناس كامل فزعت ونسيت موضوع الحفاضه من كثر ما فرحت بوقوف راجلها من جديد على رجليه. شويه ودخلت السلفه الثانيه من برا تجري تحسب سلفها توفى، بصح انصدمت كي لقاته واقف على رجليه، طاحت عليه متغاشات. وسلفتها تقول يا روحي على اختي يا روحي من كتر ما فرحت لي انه مولا بيتي وقف. خاوت الراجل بداو يذبحوا برا من فرحتهم بخوهم، وهذيك السلفه ميته ووجهها صفار وقاعده تشوف غير في الحفاضه هذيك وحابه غير وقتها ترد هذيك الحفاضه للمجمد من جديد. اخت راجلها شكت فيها، قالت لها خيرك وش بك على الحفاضه وش تحوسي؟ ردت بخبط قالت لها ما كان والو، قلت نروح بها خير ما يفسد اللحم، مادامهم ذبحوا برا علاش الفساد؟ وعجوزتها سمعت الكلام جات تجري للحفاضه، فتحتها لقات فيها حنش كامل ومعاه طلاسم وسحر. عرفت انه ولدها كان مسحور، وعرفت انه كنتها اللي تزوجت على علاقه غارت من سلفتها اللي جات للعائله بزواج تقليدي، وحسدتها في حياتها فلجأت للسحر والعياذ بالله. وهكذا نكشف امرها وزوجها رمى عليها اليمين وسحرها لسلفها نفك،
وولى عليها بخراب بيتها ويتم ولادها. وخلاص حكايتنا. ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله يا ربي يبعد عليكم شر السحر والشعوذه، وربي يتقي علينا وعليكم يا رب. نروحوا لحكايتنا الثانيه واللي عنوانها انا وانت والزمان. يحكوا بكري على عجوزه كانت ماشيه في الطريق، عفص عليها واحد على صباطها تقطع، قعدت تمشي وتحوس على خياط حتى لقات واحد، دخلت ليه وقالت له يعيشك ولدي تخيط لي صباطي. قالها معليش يا ميمتي. كي كمل قالت له قداه يا ولدي. قالها ما تشقيش روحك، بصح اذا ديري فيا مزيه انا راجل غريب وعازب، حبيت نتزوج وتشوفي لي بنت الحلال. قالت له معليش. قالها نقولك على شرطي، العروس اللي تلقايها قلها كلش عليا وما حاجتي لا بجهاز ولا ناس ولا تكسر الراس، نبعث لك طوموبيل جيبيها انتي. قالت له نشوف يا ولدي. راحت العجوزه وتخمم في البيت اللي تقصدو، حتى تفكرت مرة تعرفها، راجلها ميت ومخلي لها 3 بنات، مسكينه عايشه بخدمه الصوف هي وبناتها. دخلت العجوزه لدار المراه وقالت لها جيت قصدتك في وحده من البنات. قالت لها موافقه، المراه ماليها غير راجلها. المهم قبلوا كتبوا كتابهم، ونهار الجمعه جات الطوموبيل تلحفت العروسه وجات هي والعجوزه. وصلوا للحانوت، لقات الباب مشقوق والحانوت حالته حاله. خرج الخياط وقال للعجوزه يا ميمتي ما تغيبيش علينا، غدوه الصباح روحي طلي علينا. ودخل مرته للحانوت وقال لها زارتنا بركه تفضلي. شافت الطفله للحانوت، لقات الكتان في كل بلاصه واليباري مرميين في الارض. مد لها كرسي حطب مكسر وجبد لها طبسي فيه شويه زيتون وطماطم وخبزه، وقال لها تعشاي. الطفله ما عجبهاش الحال، وهو قاعد يكمل في الخياطه، والطفله غير تشوف في حاله الخياط. ومن بعد انطق وقال لها يا درا، انا وانتي والزمان ولا انا والزمان وحدي؟ قالت له وحدك، انا خاطيني. سكت وكمل يخيط. كي جا الصباح جات العجوزه قالت له صباح الخير. قال لها يا ميمتي زيدي ديري فيا مزيه، هزي البنت لامها راهي مطلقه. فاتت 10 ايام، زادت فاتت العجوزه على الخياط. قال لها يا ميمتي ما تشوفي ليش مرة اخرى؟ قالت له يا ولدي انت طلقت. قال لها الزواج بالمكتوب والطلاق كيف كيف، وشرطي راه كيما في الاولى. خممت العجوزه وين تروح، وقررت ترجع تخطب الطفله الثانيه. زادت قبلت المراه وكتبوا كتابهم، ووصلتها العجوزه للحانوت. وكيما كان الحال صرا معها نفس الشيء اللي صرا مع الاولى. الصباح خرجت مطلقه. زاد فات شهر وكي العاده. قال لها يا ميمتي اخطبي لي. قالت له خلاص يا ولدي، ما خليت لي وجه نقابل بيه. بدا يلح عليها حتى رضات، وقعدت تخمم لما تروح، وقررت ترجع تخطب الثالثه. راحت ليهم، قالت لها المراه لا هذا الراجل ما نزيدش نعطيه بناتي. ناضت الطفله وقالت لها يما علاه توقفي لي قدام باب سعدي؟ قالت لها امها ما شفتيش خواتاتك؟ قالت لها وانا واش دخلني، كل واحد وسعدو. قبلت المراه وجات العجوزه ووصلت الطفله للحانوت. رحب بها الراجل وقال لها على سلامتك. قالت له يسلم سيدي. قال لها تفضلي. قالت له يزيد فضلك. جبد لها الطبسي تتعشى. تقدمت وقالت له كول تبات بلا عشاء. ناض تعشى معاها، وبعدها قال لها يا درا، انا والزمان وانتي ولا انا والزمان وحدي؟ قالت له علاش وحدك، انت سيدي ومولا بيتي، والمال يروح ورجال تجيبه، وحتى اذا خدمتك حبست انا صنعتي في يدي، نخدم الصوف وانت راجل بين الرجال، ما يعلم بك حتى واحد وشنو حوالك ولا واش كليت في دارك، وراه ما يدوم حال. قال لها ما عندي غير هذا الحانوت الضيق. قالت له لي يكفي واحد يكفي 2، والجود من الموجود. هنا ناض الراجل وراح قدام باب صغير ما كانتش شايفاته، حلو وقال لها ادخلي. لقات الداخل القصر والخدام لبسوا لها الحرير، وجا ليها الراجل وقال لها انتي اللي تستاهلي هذا كل. المرأة اللي تعيش مع الراجل لازم ترضى بخيره وشره. وإن شاء الله تكونوا فهمتوا العبرة من الحكاية. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامة.